سلام الله عليكم، مرحبا بكم. معنا اليوم وصفة سهلة. طاجين خضرة في الفرن. الخضرة اللي عندكم في الدار تستعملوها. أنا هنا كانت عندي شوية موشطو، شوية زرودية، شوية بطاطا، طرف تاع دجاج. درت بيهم هذا الطاجين، جا بزاف بنين معسل. نروحو نشوفو مع بعض الوصفة وطريقة التحضير. في قدر حطيت بصلة كبيرة، طرف تاع دجاج الموجود في الدار، فلفل أسود، راس الحانوت، وملح بطبيعة الحال، شوية زيت على حساب الرغبة. اللي حبت دير هنا شوية زبدة دير، مع التقلاية تاع الدجاج هذا دير شوية زبدة، وحطيتهم يتقلاو على نار قليلة. هنا التمرق ما راحش يكون بزاف، كاس ونص ماء يكفيك. من جهة واحدة اخرى حطيت الموشطو تاعي والزرودية يفوروا. بعد ما يفوروا راح نزيد نحط لهم زوج حبيبات بطاطا. بعد ما تفور هاد الخضرة تاعنا كامل، ماشي حتى يدخل لها طياب، يعني ماشي حتى طيب كامل، يدخل لها طياب. نحطوها في صينية دهنوها قبل بالزبدة. انا هنا نسيت باش ندهنها، حطيت الخضرة تاعي عشوائيا، ما حطيتش يعني بطاطا بعد موشطو وزرودية، حطيتها عشوائيا. وكما قلت لكم الخضرة المتواجدة في الدار ديروها. انا هنا استعملت زوج حبات بطاطا، شويه موشطو، وثلاث حبات زروديه صغار. حطيت الخضره تاعي، حكمت هذاك الدجاج اللي كنت طيبته من قبل بشويه مريقه، حطيته لها من الفوق. درت لها الزبده، انا ما كنتش دهنت الصينيه بالزبده، درتها لها من الفوق برك. نغلقها بورق الالومنيوم وندخلها تتجمر في الفرن. صدقوني هاد الوصفة بزاف سهلة وبزاف بنينة، ما فيهاش تعب وما فيهاش بزاف مكونات. حتى الدراري راح يحبوها، اللي ما يحبوش الموشطو ياكلوها مرقة ولا بهذه الطريقة راح تعجبهم. وقد ما تكتري البصل، انا هنا استعملت بصلة متوسطة، اللي تحب الحلاوة بزاف هذيك تاع البصل دير زوج بصلات متوسطين. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم: خضرة مفورة مجمرة في الفرن، طاجين خضرة ولا سموه كما حبيتو. ساهل خفيف ظريف بنين، ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس وبارطاج لي فيديو. الى ملتقى في وصفات اخرى. سلام.